معظمكم عارف ان انا كنت مسافره الفتره اللي فاتت. حلو. معظمكم كمان عارف ان اي انسان في السفر ما بيعملش حاجه غير ان هو بياكل، فانا ما كنتش بعمل غير كده. كنت مقضيها بقى اكل بقى، عايزه اجرب الحاجات الجديده. قعدت اكل اكل اكل، وبعد كده رجعت مصر بقيت اكل. دخل علينا شهر رمضان بقيت اكل اكتر، فالموضوع بقى صعب. قلت الحق نفسي الحق نفسي، رحت طالبه منتج اونلاين. وكل الناس بدات في الكومنتات تسالني انت ما انت خسيتي، ما انت خسيتي، ما انت خسيتي، قولي لنا ازاي، قولي لنا ازاي. قلت اقول لكم، بس انا حتى رديت على الناس في الكومنتات دي، قلت لهم انا بجرب دلوقتي منتج، هخلص التجربه كامله واقول لكم. بس الناس عماله تسال كتير وانا ما بحبش ان انا اتقل على الناس، احب اقول لهم الموضوع صراحه. نسيت اقول لكم بقى حاجه مهمه. انا بالنسبه لي المنتج ده في خلال اسبوع كنت نازله عليه 4 كيلو. طبعا بيختلف من جسم لجسم ومن طبيعه لطبيعه، واتمنى ان انتوا تخسوا عليه اكتر. طلبت المنتج ده زي ما هو مكتوب، مع بعض هنخس من غير ما نحس. اوريكم بقى المنتجات اللي بتيجي معاه، وللامانه والمصداقيه ده ايه دي المنتجات اهي اكسترا جرين كوفي اعشاب الترا. هوريها لكم بقى، هي المنتجات كامله، بس انا بقى اكلمكم عن كل منتج لوحده. ده ده منتج القهوه الخضراء، هما بقى عاملينه بطريقه جديده كده، زي طعم المنتج اللي هو 2 في 1 و3 في 1، مش هينفع اقول اسمه. المهم يعني هم عاملينه بنفس طريقه المنتج ده. بتاخدوا منه كوبايه قبل الفطار ب 10 دقايق، يعني تاخدوه بعد كده تروحوا تصلوا وتقولوا اذكار الصلاه، ويبقى حان وقت الافطار. وده الترا جرين تي. الترا جرين تي ده شبيه الشاي الاخضر كده، بس هي اعشاب للتخسيس، بيتاخد بعد السحور. كوبايه منه عبقريه. دي بقى السليمنج دروبز، او معنى اصح نقط كده للتنحيف، بتتاخد هي 10 نقط بعد الفطار بنص ساعه، و10 نقط قبل السحور بنص ساعه. شفتوا السهوله؟ اخيرا وليس اخرا، كريم التنحيف والحزام. يبقى كده وصلنا بقى للنهايه. اللي بتغسلوا المكان اللي هتحطوا عليه الكريم بميه دافيه وتنشفوه كويس، بعد كده تحطوا الكريم وتلفوا الحزام لمده ساعتين، وتشوفوا احلى نتائج وهتدعوا لي.